مشاهدينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من لقاء خاص. لقاؤنا اليوم خاص وخاص جدا من حيث الشخصية ومن حيث المضمون. الوزير أسامة عبد الله المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ السدود يحل ضيفا كريما في هذا اللقاء الذي من خلاله سيعطينا فكرة واضحة وشاملة عن مشروع سد مروي. سد مروي هذا المشروع الذي يعتبر أهم مشروع تنموي تشهده البلاد تعلق عليه السودان آمالا كبيرة لما له من آثار تنموية واقتصادية قد تنقل البلاد من حال إلى حال. معالي الوزير، أهلا وسهلا بكم. أهلا بالإخوة في قناة الشروق ومرحبا بكم. يعني بداية قبل الدخول في تفاصيل مشروع سد مروي، أنت الرجل الذي يقف أمام أهم الإنجازات التي شهدتها أو شهدها السودان منذ استقلاله إلى الآن. ما هو شعوركم عندما ربما تحول سد مروي من حلم إلى حقيقة؟ يعني أولا أنا دائما أكرر وأقول إنه أنا عبارة عن شخص نظم الأمر، لكن هناك كثير من الجنود المشغولين في هذا العمل القاموا فيه بأدوار كبيرة. وحقيقة هذا الأمر كان حلم لأهلنا في السودان منذ الأربعينات، وتعاقبت عليه عدد من الحكومات واجتهدت ولم تنجح في ذلك، ولكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استطاعت حكومة الإنقاذ الوطني في بعدد من المجهودات في عام 2003 بنبدأ بتوقيع هذه العقود وبتوفير التمويل لهذا المشروع. ودائما أهلنا في السودان يقولوا مثال بسيط، يقولوا في مرة منصورية من واحدة من المناطق المتأثرة قالت هي مما قامت الحياة بتسمح بخزان الحمداوي بيوم القيامة، والاثنين ما شافتهم. وها خزان الحمداوي هذا الاسم الشعبي لسد مروي. فالحمد لله المعجزتين اللي ما شافتهم واحد فيهم الآن يتحقق على الأرض وأصبح سد مروي واقع موجود معاش. لذلك نحن نشعر بفضل من الله سبحانه وتعالى علينا كبير، ونشكر كل الذين ساهموا في هذا الموضوع التاريخي الذي أصبح واقع الآن. فحقيقة مرات كثيرة الواحد يجيه الشك إنه هل هذا الأمر واقع وموجود ولا ده نوع من الخيال، لأنه كان تحدي كبير لأهلنا في السودان وكان تحدي لنا، والحمد لله الآن أصبح واقع. يعني بما أن هذا المشروع شكل بالنسبة لك تحدي، ألم تخف عندما تم تكليفك بالموضوع؟ والله حقيقة التكليف في الأول قد يكون الواحد ما كان متخيل العقبات اللي حتواجهه، كان شعر انه تكليف كبير وما سهل، لكن ما كان متخيل العقبات والمشاكل في الأول. التخيل الصحيح قد يكون هذا سهل من التكليف في الأول، إنه ما كان في خيال العقبات المتوقعة. يعني خصوصا عفوا أن المشروع كما ذكرت بأنه قديم، ولكن باء بالفشل، ربما لم يتم تحقيقه على مدى سنوات طويلة. هذه المحاولات السابقة التي باءت بالفشل ألم تشعرك إلى حد ما بالخوف؟ والله هو مرات التجارب الشخصية والطبيعة الشخصية تؤثر. أنا شخصيا عندي قناعات شخصية إنه كما يقال في الأثر ما ضعف بدن عن عمل غويت عليه النية. وظل ده شعار بالنسبة لي في بصورة طويلة، إنه النية لو قوية على شيء بدنك يستطيع أنك تفعلها. كان هذا شعور عام عند هذا التكليف، وبالإضافة له عدم إدراك التحديات الموجودة وخاصة في الفترات الأولى اتصلوا علينا عدد من الأشخاص اللي بيفتكروا إنه حريصين علينا، وكانوا بيقولوا والله هذا المشروع تنفيذه صعب وغير ممكن، بل بعضهم اتهم إنه والله الغرض من هذا التكليف هو لإفشالي أنا شخصيا، لأنه هذا العمل لا يمكن أن يتم. ولكن بالإرادة وبالعزيمة وبجهود من كثير من الجهات وبتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا الحمد لله هذا الخيال أصبح واقع الآن. ربما هذه الاتهامات التي وجهت إليك بأنك ربما ستفشل في المشروع ربما زادتك حماسة وقدرة على المواجهة أيضا. صحيح إنه مثل هذه الاتهامات مع مرات الطبائع الشخصية وطبيعة التحدي الموجود زادتني تحدي وخلتني إنه يكون هناك استعداد أكثر لمزيد من الجهد، مزيد من الترتيبات، مزيد من التفكير، مزيد من الاطلاع على تجارب أخرى كثيرة في مثل هذه الأعمال. فقطع الشك ما كانت عامل محبط، كانت عامل دافع حقيقة.
سيد الوزير، تحدثت أن عندما قبلت هذا المشروع لم تكن تتخيل مدى المعوقات التي ستواجهك. ما هي المعوقات ربما التقنية بداية التي واجهت عملك؟ يعني الشيء الغريب بالنسبة لي إنه أنا يعني كانت يعني تفكيري يعني كان مربوط إنه أكبر مشكلة إنه أنا كيف أتحصل على التمويل، ثم بعد ذلك كيف يمكن أن أنفذ هذا العمل الكبير بصورة تقنية حديثة. وحتى الناس كانوا مرات يقولوا لي على سبيل الهزار والله حتعملوا سد لكن بيقع بعدينك ولا حتقابلوا مشاكل وكده. لكن حقيقة يعني شعرت إنه أكثر موضوع أنا كنت متوقع يكون سهل كان الموضوع المتعلق بإعادة التوطين، التعامل مع المواطنين. كان تخيل التمويل تحدي، والبناء سد بمواصفات تقنية عالية تحدي، وكنت شايف إنه أقل تحدي هو التحدي بتاع التعامل مع المواطنين. كان هذا ترتيبي للتحديات، ولكن اكتشفت العكس، يعني إنه يعني الحياة اللي افتكرتها يعني أقل سهولة كانت أكثر صعوبة. نبدأ بالتمويل بداية، نبدأ من حيث التقنية. التمويل، كيف تم تمويل هذا المشروع؟ يعني حقيقة في الأول زي ما قلت لك، لأنه التجربة وحاول نطلع تجارب الآخرين، التفكير في الأول كان أغلب التفكير ما كان صحيح، ما كان يؤدي لنتائج. يعني قد يكون الآن عندنا ملفات، مئات الشركات قدمت لنا عروض، ومئات الجهات نحن اتصلنا عليها، وسافرنا حتات كثيرة. يعني من الرحلة التي لا أنساها، أنا سافرت إلى أوروبا وقابلت كل مؤسسات قروض الصادرة الأوروبية، وكان هذه واحدة من الآمال، لأنه يعني هذه المؤسسات تدعم دائما الصناعات الأوروبية في منتجاتها. فقابلت كل هذه المؤسسات في اجتماعات مطولة في جولت فيها كل أوروبا، وكان الحصاد صفر، يعني ما كان شيء. أيضا يعني فيما يتعلق بالأعمال المدنية، يعني حاولنا كل الطرق يعني الممكنة. هذه الوجهة البداية التي توجهت إليها، لماذا لم يتم قبول تمويل المشروع من قبل هذه الجهة؟ والله في تقديري يعني جزء منها مربوط بعوامل سياسية، وجزء منها مربوط بعوامل يعني موضوعية متعلقة بالاستثمار وظروفه وطبيعة المشاريع وكذا يعني. وحتى التعامل مع الصناديق العربية في الأول كان قايم على خيال. مثلا صندوق واحد كنت أفتكره أنه ممكن يديني 200 مليون دولار، فأذكر الأخ مدير الصندوق لما قال لي يا أخي إحنا في تاريخنا ما ادينا قرض بهذا الحجم يعني. فكل هذه التجارب مع بعضها البعض خلت يعني حقيقة ما فترت العزيمة، إنما زادت العزيمة. وكانت مرات لحظات كثيرة تشعر إنه الباب مغلق، يعني كل المحاولات باءت في الفشل يعني. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وجهد عدد من المسؤولين وبدور كبير للسيد رئيس الجمهورية في كثير من الاتصالات، اتفتحت الثغرة فيما يتعلق بالصناديق العربية يعني. وبدأت يعني أول اجتماع كان عقد بهذا الأمر في الكويت، وكان عبارة عن اجتماع يعني نحن ذاتنا ما متخيلين يعني الوجهة إلى أين. وأذكر إنه يعني في هذا الاجتماع كنا برضو في تقدير نقول كلام كثير ما عنده علاقة بالواقع، لأنه كان اجتماع مع كل الصناديق الأربعة الأساسية الشاركة في التمويل كانت موجودة، وكان هذا أول اجتماع. ولكن كان علامة من علامات أنه والله إحنا على الأقل بدأنا خطوة فيها قدر من الأمل. وكان في ذلك الوقت ضعيف، لأنه السودان كان عنده مشاكل مع أغلب هذه الصناديق، ما كان يعني مستغير من حيث دفع القروش المستحقة عليها، ما عنده معاها برنامج إعادة جدولة، فكان في كثير من المشاكل. وكانوا بعض الإخوة الحادين يعني الكلام اللي ما بيتقال جوا الاجتماع يقولوا خارج الاجتماع إنه والله في مشكلة في كذا وفي كذا وفي كذا. ولكن كان عبارة عن أمل، أعطانا نوع من الأمل إنه والله هي خطوة، ولكن خطوة كانت مشوبة بكثير من الشكوك من التحديات. لما انعقد الاجتماع الثاني لنفس هذه الصناديق للمرة الثانية، والاجتماع كان في الكويت، كان في رئاسة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو معروف هو صندوق خاص بكل الدول العربية مساهمة فيه. لما اتعمل هو كان ماسك يعني أمانة التنسيق بين مؤسسات التنمية العربية. لما انعقد الاجتماع الثاني في الكويت كان بالنسبة لنا هذا معلم إنه مشينا خطوة نحو الأمام يعني. نحو